لبست فستان أبيض وعملت فرح من جديد، والجمهور بيقول اتطلقت من جوزها بسبب فرق السن بعد ما اكتشف إنها أكبر منه بكتير. إيه اللي حصل مع أم خالد؟ وإيه حقيقة جوازها للمرة التانية؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت البلوجر أم خالد كانت حديث الساعة، وده بعد ما ظهرت بفستان فرح أبيض وعاملة سيشن جديد ومش طالعة مع جوزها، واللي بقاله فترة طويلة مش بيظهر معاها. حتى يوم ولادتها لابنهم التاني ما كانش معاها، وده اللي خلى الجمهور يتكهن إنه طلقها، خاصة إن آخر ظهور ليهم سوا كان بيتخانق معاها وبيقول لها إنها بقت حمل على قلبه بسبب مصاريفها وطلباتها الكتير. صحيح وقتها الخناقة كان شكلها حقيقية، بس الجمهور ما دخلش عليه وقال دي تمثيلية علشان يركبوا الترند. لكن بعد اختفائه تماما وظهورها بالفستان الأبيض قالوا إنها بتتجوز للمرة التانية، لكن سبب الطلاق أغرب من الخيال، وهو إنه اكتشف سنها الحقيقي بالصدفة واللي كانت مخبياه عليه. وبيقولوا إنها طلعت أكبر منه ب5 سنين وسنها مقارب لسن والدته، وعلشان كده هو ده كان السبب الطلاق، وإنه كمان رفض ظهورها على السوشيال ميديا. لكن في الحقيقة إن كل الكلام ده فنكوش، واللي بيحصل لأم خالد حملات ممنهجة بسبب خناقاتها الشهيرة على التيك توك مع البلوجر أم آسيا، واللي طلعت اتهمتها بكلام كتير، ومن بعدها وبقى في تعليقات سلبية شبيهة من دي بتظهر عند أم خالد. لكن هي ما سكتتش وجابت حقها تالت ومتلت، وظهرت مع جوزها في فيديو وقالت إنها مستحيل تبعد عنه، وإن فرق السن بينهم مش كبير ولا حاجة، دي كلها 5 سنين، لكن هي الأصغر مش هو، وإنها يدوبك لسه عندها 26 سنة. لكن السن باين عليها هي أكتر بسبب الشقة والحمل والولادة وتربية العيال. دي كمان رفضت تعلق على خناقتها مع أم آسيا، وقالت الله يسهل لها حالها، أنا كنت بساعدها كتير لكنها ما قدرتش الجميل. وبعد الفيديو ده الكل بقى ملهوش سيرة غير أم خالد، والتعليقات السلبية اتحولت كلها لتعليقات إيجابية، خاصة إنها رفضت تيجي على حد تاني حتى لو ده كان هيطلعها ترند. وعلى عكس كل البلوجرز فضلت إنها ترد على الجزء اللي يخص حياتها وبس. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا شايفين إن أم خالد اتصرفت بالشكل الصح ولا لأ؟ وهل ممكن يكون فعلا جوزها رافض ظهورها على السوشيال ميديا وده سبب اختفائه؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.